السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. بصوا النهارده بقى جبنا ليمون وجبنا فلفل شطة اهي، علشان ايه هنخلي الليمون. اول مرة هعمل طريقة تخليل الليمون دي. هتنسوا كل الطرق اللي انتوا عارفينها وهتعملوا بالطريقة دي. الاول هنحطه كده هو في الفرن عشان ايه، عشان نغسله. ماشي يا حبايبي، اهو نشغل عليه المية وهنغسله غسلة حلوة. غسلوه كده غسله حلوه عشان ما يبقاش فيه، طبعا هو بيبقى فيه تراب يعني او عقار كده. شايفين بقى، خلينا الليمون زي الفل اهو. هنحطه بقى ايه عشان يغلي في الحله، عشان بعد ما غسلناه اهو. بصوا يا حبايبي، صلوا على رسول الله الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي مشتركش في القناه يا ولاد يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا ايه اشعار لما انزل اي حاجه. واللي وصل معايا لحد هنا من حبايبي يحط لايك ويكتب تعليق حلو كده ويقول لي ايه رايه. قولوا لي ايه رايكم او عايزين اقدم لكم ايه. لو في حد نفسه مثلا في حاجه معينه او عايز حاجه معينه او طريقه حاجه معينه، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي انتوا نفسكم في ايه وانا اعمله لكم. ماشي، وقولوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من اي بلد. هنحط بقى ميه وهنحط الليمون ده يتسلق. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، ولعنا عليه النار اهو، حطيناه هيتسلق. مش هيتسلق يعني هنهريه، لا. اول ما الميه تغلي كده هنسيبه يعني اول ما الميه تبتدي تغلي هنسيبه يغلي غلوتين كده، وبعدين نفضي منه ايه، نفضي منه الميه. ماشي يا حبايبي. الليمون اهو غلي بيغلي اهو. هو طبعا ما استواش، بس هو احنا بنغليه كده عشان ننزل المراره اللي فيه في الميه. وتقلبوا بقى، تجيبوا اللي تحت فوق كده عشان ايه، يبقى كله زي بعضه. ايوه، هي احنا مش هنسلقه يعني، مش هنسويه. احنا بس هنسيبه يغلي غلوتين. هي لسه طالعه اهي 5 دقايق بالظبط. وهنصفي منه الميه دي. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، احنا ايه، الليمون اهو خد 5 دقايق في الميه. هو بصوا ابتدى يطرى. هنطفي عليه النار ومش هنسيبه في الميه دي. ماشي، هنطلعه من الميه دي، نحطه في ميه تاني نضيفه، عشان الميه دي طبعا هتبقى ايه، مره. لا، ما بنخللش فيها اهو. شايفين، هشيله اهو واحطه في مصفى كده، اصفي منه الميه دي، الميه المره دي. صفينا منه شلناه من الميه. تعالوا معايا بقى هنا. فين هنحط بقى ايه، هنبرد عليه الميه عشان نرشفه من الميه دي. طبعا الميه اللي احنا سلقنا فيها دي مره. هو شوفوا شايفين عمل ازاي. هو ابتدى ايه يعني، خدت مش استوى، طري. شايفين طري لكن ما استواش. شايفين مش بيتقطع اهو. شايفين هو طري بس ما استواش. مش عايزين احنا طبعا نسويه علشان ما يتهريش مننا واحنا بنخلله في البرطمان. طبعا احنا مش هنخلل دلوقتي، احنا هنسيبه هنحطه في ميه نضيفه وهنسيبه اهو. ده احنا شطفناه اهو. هنحط بقى ايه، نحط عليه ميه نضيفه اهو. وايه بقى، تسيبيه بقى ايه جنبكي على الحوض كده يعني. انا هحط عليه ميه اهو وهسيبه على الحوض. كل ما اخش المطبخ اغير له الميه عشان المراره اللي فيه تخرج. يا اما بكره بقى ان شاء الله بالليل لو لقينا الميه بتاعته بقت حلوه كده ما فيهاش مراره، هنبتدي نخليه نحطه في البرطمان. ماشي يا حبايبي. احنا دلوقتي هنحط له الميه. كل ما ندخل بقى المطبخ كل ساعتين ولا حاجه نغير عليه الميه دي عشان المراره تنزل منه. ماشي، عشان كلنا عارفين ان ميه الليمون بيبقى ايه، بيبقى فيه مراره، نسبه مراره. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي بقى، الليمون احنا سلقناه وبعدين نقعناه بقى له 3 ايام اهو. كل يوم كنا بنغير له الميه مثلا 3 4 مرات لغايه المراره ايه، ما راحت منه. هنا بقى دي ميه مغليه ومبردينها. وهنحط بقى عليها، بصوا ده ملح رشيدي. شايفين، ده ملح رشيدي، ده بتاع التخليل.
هنحط بقى عليها كده الملح. ماشي، دول حوالي ايه مثلا على اللتر احنا بنحط 4 معالق من الملح اللي هو الناعم على لتر الميه. ده لتر اهو، احنا حطينا ايه، حطينا المعلقتين دول، وهنحط ايه حبه تاني كده علشان ده ملح. المعلقه اللي انا بحط بيها دي كبيره، وهنحط معلقه اللي بناكل بيها، معلقه اكل كركم. ماشي اهو، حطينا بقى الكركم، حطينا الكركم مع الملح اهو. وهنحط كمان هنا ايه، هنحط مع بصوا هنا في الازازه حوالي فنجان خل. ماشي، حوالي فنجان خل اهو. ماشي، ده خل ابيض عادي، حطينا حوالي فنجان. ماشي، هنقلب بقى الملح ده اهو، هنقلبه. ماشي، وهنحط بقى ايه، جايبين حبة البركة وعصفر. ماشي، ده عصفر، ودي الحبة السوداء اللي هي حبة البركة اهي مع العصفر. ماشي، هنلخبطهم كده مع بعض. ماشي، وهنحط بقى دلوقتي، هنسيب المية دي على جنب. ومعانا طبعا الفلفل الحامي اهو، معانا فلفل حامي ومعانا الليمون. هنحط ايه بقى، هنحط العصفر وحبة البركة مع الليمون هنا. ماشي، وهنحط عليهم حاجة بسيطة. بصوا يا حبايبي، هنحط ايه ده، ورق لورا اهو، ورق لورا لحفظ الليمون اهو، ورق لورا كام واحدة كده. ماشي، وهنلخبط بقى، هنلخبط الليمون مع العصفر وحبة البركة. ماشي اهو، قلنا الليمون دوت يعني سلقناه لمدة 5 دقايق بس، وبعدين نقعناه في المية لمدة 3 أيام. كل يوم كنا بنغير له المية مرتين. اللي هيجرب الليمون بالطريقة دي مش هقول لكم عمركم ما هتغيروه، هتحبوها جدا، وهيبقى الليمون طعمه جميل. وتجربوا الطريقة ديت وانتوا تشوفوا. وما تنسوش تحطوا ورقتين اللورا اللي انا وريتهم لكم دول، علشان برضو ايه اللورا يعتبر حفظ للليمون. ماشي، وحطينا برضو العصفر وحبة البركة. ايه، هنحط فلفل اهو، هنحط فلفل اهو، هنحط الفلفل كده. وهنكمل بالليمون. طبعا البرطمان ده برطمان ازاز مغسول ومتعقم بميه مغليه ومتعقم بخل، علشان لازم البرطمان يبقى نضيف، علشان ايه ما يعملش ولا عفن ولا يعمل اللي هو الريم الابيض ده ولا الريم الاخضر. وان شاء الله يبقى الليمون زي الفل، وهتجربوا بالطريقه دي وهتدعوا. ماشي يا حبايبي، نكمل بقى البرطمان. بصوا بقى، احنا طبعا هنا قلنا ايه، حطينا الملح وحطينا الخل وحطينا الكركم. ماشي، دي معلقه سكر برضو، دي مادة للحفظ. ماشي اهي معلقه سكر. ماشي، هنا بقى معايا كام فص توم بقشرهم اهم، ما قشرتهمش. كام فص توم بقشرهم هيخلوا طعم الليمون خطير. ماشي اهو، حطيتهم بقشرهم، ما قشرتهمش ولا حاجه، لان انا مش محتاجاهم. انا محتاجه بس ايه، النكهه بتاعته والريحه بس، مش محتاجه ان هو يعني يديني طعم الليمون او الكلام ده اهو. حط بقى كده. هنكمل لسه البرطمان. بصوا يا حبايبي، احنا البرطمان اهو لسه ما اتملاش. كملنا بقى الميه برضو دي، الميه دي مغليه ومتبرده. ماشي، مغليه ومتبرده. هنكمل بقى بيها البرطمان. لازم نغطي الليمون. ماشي، خلصنا كده. هنيجي بقى نحط على الوش زيت اكل اهو. هنحط شويه بس على الوش كده عشان ما يعملش ايه عفن، عشان الهواء. هنيجي بقى ايه، كيس
القطن دي هنحطه كده عشان مش عايزين هوا يدخله، ونروح بقى جايبين الغطا بتاعه ونحكم ايه الغطا كده عليه، ومش هنفتحه بقى غير لما يتخلل، يعني ياخد له مثلا ايه اسبوع. مش مستعجله انا عليه، واخدين بالكم اهو. شايفين شكله جميل ازاي. هنسيبه بقى لغايه لما يتخلل براحته، ياخد بقى اسبوع، ياخد 10 ايام عادي. اللي وصل معايا لحد هنا وما اشتركش في القناه يشترك، وحطوا وفعلوا الجرس على الكل، وحطوا لايكات عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.